من أن الاستهزاء وهو الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله، أو يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون بالقرآن. وهذا هو الذي جاء فيه النص. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بذكره لله جل وعلا، يعني حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم في ذلك، فتنقص الله جل وعلا كما يفعل بعض الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا تهوي ببعضهم في النار 70 خريفا، أو هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا ضابط هذا الباب. ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل. فإن المستهزئ أو الساب للدين أو اللاعن للدين أو المستهزئ بالدين قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة. فلهذا نقول الكفر يكون أكبر في من استهزأ إذا كان بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية، أو كان راجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان استهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل. فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان. مثلا يأتي واحد من المسلمين ويقول يستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس وهيئته يكون فيها التزام بالسنة، فهل هذا يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب لا، لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا، فيعرف بأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه سنة وأقر بذلك وأن النبي فعله ثم استهزأ بمعنى استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها سنة وإقراره بصحة كونها سنة، فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول. كذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن، فيكون فيه تفصيل. إذا سمعت الاستهزاء أو قرأته فإذا كان راجعا إلى الاستهزاء بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فإن هذا كفر. فإن كان الاستهزاء غير ذلك فتنظر في التفصيل، إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر، وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله وبالرسول وبآيات الله جل وعلا، والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية يعني القرآن، أن هذا المستهزئ كافر، وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب، بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا يستهزئ. إذن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هو دليل كفر المستهزئ. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وبعض أهل العلم قال ليست في المنافقين، وهذا غلط وليس بصواب، ذلك لأسباب.
ومنها أن هذه السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين، ولأن السياق سباقه ولحاقه يدل على أن الضمائر فيها ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل هذه الآية في سورة براءة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فهذه ظاهرة في أن سباقها في المنافقين، فالضمير في قوله ولئن سألتهم يعني من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون، بقوله يحذر المنافقون، ثم قال بعدها ولئن سألتهم. وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. والأدلة على ذلك كثيرة، فالصواب في ذلك أن المراد بهؤلاء أنهم المنافقون، وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلا، ولو استهزأ لعلمنا أنه غير معظم لله، وأن توحيده ذهب أصلا، لأن الاستهزاء يطرد التعظيم. والدليل الذي ذكره في سبب النزول وقصة النزول ظاهر، فالواجب على المسلمين جميعا وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من الكلام، لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا، خاصة في مجالس بعض المنتسبين إلى الخير وطلبة العلم، ربما استهزأوا أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل وفيه شيء من الضحك، وكان في أثناء هذا الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر بعض العلم، وهذا مما لا يجوز. وقد يدخل أحدهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فالواجب على العبد أن يعظم الله وألا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عقله قبل أن يقوله، لأن اللسان هو مورد الهلكة. قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أو إن يا رسول الله مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالله في اللسان في أنه أعظم الجوارح خطرا مما يسهل أو يتساهل به أكثر الناس. فاحذر ما تقول، خاصة فيما يتعلق بالدين أو بالعلم أو بأولياء الله أو بالعلماء أو بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين، فإن هذا مورده خطير، والله المستعان. قد عظمت الفتنة، والناجي من سلمه الله جل وعلا.